الطريقة الصحيحة للاستشفاء بالقرآن. قال الله عز وجل: والشفاء لما في الصدور، موعظة وشفاء. هذا الشفاء الذي في القرآن إنما يحصل بهذه الطريقة، هذه الطريقة التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وطريقة المداواة للقرآن بالتدبر، وإذا وصل إلى آية وجد أنه محتاج إليها، مثل أن يكون عنده تقصير في جانب معين، أو خلل في جانب معين، أو نقص في الإيمان في جانب معين، يقف عند الآية المشتملة على الهدايات في هذا الجانب الذي هو مقصر فيه، ويكررها ويتدبر في معانيها وهداياتها ودلالاتها حتى يشفى قلبه، حتى يحصل لقلبه الشفاء. يعني مثلا بعض الناس عنده خوف، وهذا كثير الآن، خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعي أمره سهل، لكن عنده خوف غير طبيعي، يعني يخاف من أوهام، يخاف من وساوس يلقيها الشيطان، فتجده يعني في قلق. لو أن هذا وقف عند قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأخذ يرددها ويرددها 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 ويتأمل فيها، ويستعين بكتب التفسير لأئمة السلف في معرفة هداياتها، تثمر في قلبه إيمانا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا في باب التوكل، في باب الرجاء، في باب الاستعانة، في باب الصبر. يعني في المصائب مثلا يقرأ: وبشر الصابرين، كم فيها من تسلية للمصاب لما يرددها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في عموم آيات القرآن يفعل هذه الطريقة النافعة التي ذكر ابن القيم. يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تفهم ولا تدبر. نعم.